تحديدا قبل مباراة أوغندا في التصفيات المؤهلة للمونديال. الأنباء بتشير لاتجاه لدى المنتخب لوضع عبد الله السعيد ورمضان صبحي ومحمود كهربا وطارق حامد على الدكة خلال المرحلة المقبلة، على أن يبدأ في منح الفرصة للاعبين جدد أمثال أحمد الشيخ وحسام عاشور وسام مرسي. الجهاز الفني لمنتخب المحليين بقيادة هاني رمزي بيسعى لضم ثنائي سموحة إسلام محارب ومحمود عزت بالإضافة إلى محمد الشامي لاعب المصري لمعسكر الفراعنة المقبل قبل مواجهتي المغرب في أغسطس ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للمحليين. بدأ وليد أزارو مهاجم نادي الدفاع الحسني الجديد المغربي في استخراج التأشيرة الخاصة بقدومه إلى القاهرة والانضمام للنادي الأهلي بشكل رسمي لمدة 4 مواسم مقبلة مقابل $1,300,000 بخلاف ما سيتقاضاه رسميا. شيرين شمس المدير التنفيذي للأهلي هيطير للمغرب عشان يمثل مجلس إدارة النادي في المؤتمر الصحفي طبعا الخاص بتوقيع عقود انتقال أزارو. الأهلي والزمالك بيواصلوا الضغط على اتحاد الكرة بهدف اعتماد زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية للموسم الجديد إلى 4 لاعبين بدلا من 3 فقط، في ظل رغبة كل فريق منهم في تدعيم صفوفه بأكثر من لاعب أجنبي قبل انطلاق الموسم الجديد. اتحاد الكرة هيعقد اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة شروط القيد في الموسم الجديد وعدد اللاعبين في القوائم وعدد الأجانب أيضا. كشفت تقارير صحفية أن نادي روما الإيطالي أصبح مستعد للتنازل عن السعر اللي حدده في البداية لبيع الجناح محمد صلاح لفريق ليفربول الإنجليزي، ووافق مبدئيا على بيعه مقابل 31 مليون جنيه استرليني، أي أقل ب9 ملايين جنيه استرليني من المبلغ المحدد من قبل طبعا ليفربول. ويبدو أن صلاح في طريقه للعودة مجددا لأجواء البريمير ليج. توالي الأنباء التي تؤكد اقتراب النجم المصري محمد صلاح لاعب روما الإيطالي من الانتقال إلى نادي ليفربول الإنجليزي، قد يكون الفرعون المصري أمام فرصة سانحة لإثبات ذاته مجددا في تجربته الثانية بالدوري الأقوى في العالم. صلاح سبق له اللعب بالبريمير ليج بقميص تشيلسي عام 2014 تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو في تجربة لم يكتب لها النجاح، بعدما فضل الانضمام للبلوز عن العروض الأخرى التي وصلته آنذاك وكان من بينها ليفربول أيضا، إلا أن اللاعب ظل حبيسا لمقاعد البدلاء معظم أوقات الموسم ليعود إلى سماء الكالتشيو مع فيورنتينا الإيطالي ويجذب أنظار روما الذي انضم له معارا وقدم مستوى مميز دفع ذئاب العاصمة للتمسك باللعب والحصول على خدماته نهائيا من تشيلسي، ليزداد توهج الفرعون وينجح في تقديم موسم مبهر سجل خلاله 15 هدفا وصنع 11 هدفا آخر خلال مباريات فريقه في الدوري فقط، وهو الرقم الذي تفوق فيه على عمالقة الكالتشيو في مركزه. فنجد أن الأرجنتيني المطلوب من عمالقة أوروبا باولو ديبالا سجل 11 هدفا وصنع 7 فقط. عودة ليفربول للمشاركة في دوري أبطال أوروبا ورغبته في المنافسة على البطولات جعلت مدربه الألماني يورجن كلوب صانع النجوم يتمسك بضم صلاح رغم مغالاة روما في المقابل المطلوب من جانب الذئاب.
وقد تكون عودة صلاح للدوري الإنجليزي تحت قيادة مدرب مثل كلوب فرصة كبيرة للنجم المصري في صقل وتطوير قدراته، كذلك في ظل تواجده في نادي صاحب تاريخ عريق وجماهير كبيرة، خلافا لروما الذي يفضل عادة دور وصيف البطل. فهل ينجح ليفربول في تحقيق حلمه القديم بضم الفرعون صلاح ويصبح بوابة إثبات ذات للنجم المصري؟ وبرشلونة على استعداد لدفع 100 مليون يورو لإدارة باريس سان جيرمان لضم اللاعب الإيطالي ماركو فيراتي. صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أكدت أن راتب اللاعب الإيطالي هيصل ل 10 ملايين يورو، هو الراتب اللي بيتخطى ما يتقاضاه داخل نادي العاصمة الفرنسية ب4 ملايين يورو. Tu vas rater 3 matchs, mais maintenant je suis bien, j'ai fait un entraînement avec l'équipe et je suis prêt. T'es enfin débarrassé de cette pubalgie qui t'a duré 5 ans? Oui, maintenant je me sens très bien, je vais améliorer. نجم برشلونة والمنتخب البرازيلي السابق رونالدينيو انضم للقائمة الأولية لأساطير النادي الكتالوني، واللي طبعا هتواجه أساطير مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب كامب نو نهاية يونيو الجاري، وهيكون من أبرز اللاعبين في القائمة الأولية لأساطير برشلونة جوزمان وإدميلسون ومندييتا وجيولي. أما اليونايتد فأعلن أن بيرباتوف وجي سونغ بارك وسيلفستر ودوايت يورك هيكونوا طبعا من ضمن نجومه في المباراة، ويخصص عائد المباراة لتمويل مركز برشلونة الطبي للأطفال المصابين بالسرطان. Los veo muy bien, muy motivados. No, creo que va a ser un gran partido. Espero que pueda. وقع المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان على تمديد عقده مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لعام إضافي لينتهي في صيف 2022 وفقا لما أكدته مصادر قريبة من الأتلتي، عشان يحسم الجدل اللي أثير بشأن احتمال انتقاله لمانشستر يونايتد الإنجليزي. نفى المتحدث الرسمي باسم شركة طيران الإمارات صحة الأنباء التي تنقلتها الصحافة الإنجليزية عن نية الشركة إنهاء رعايتها لنادي أرسنال الإنجليزي، والمتحدث ما زلنا نعتز بالشراكة مع الفريق اللندني. حارس مرمى نادي يوفنتوس ومنتخب إيطاليا المخضرم بوفون أعلن امبارح أنه بنسبة 99.9% هيعتزل كرة القدم بعد مونديال روسيا 2018. واستدرك في تصريحاته وقال أن هناك اتفاق مع رئيس يوفنتوس بتأجيل الاعتزال لعام إذا حدث أمر بعينه. بمناسبة الحديث عن بوفون حارس مخضرم طبعا حصل على كل البطولات، لكن يتبقى له دوري أبطال أوروبا. مش هيعتزل لو حصل على دوري أبطال أوروبا، لكن إذا لم يحصل عليه زي ما كنا بنتمنى أنه يحصل عليه هذه السنة سوف يعتزل كرة القدم نهائيا. ما زلنا مع يوفنتوس ومهاجمه باولو ديبالا اللي أهدى قميصه لطفل أصيب في حادث التدافع اللي وقع في مدينة تورينو أثناء مشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا. ديبالا قام بالتواصل مع الطفل اللي يدعى كيلفن. في مكالمة فيديو قام أحد مسؤولي نادي يوفنتوس للتوجه إلى الطفل وتسليمه قميص ديبالا.
Mi piace sempre vincere tutte le cose che faccio e penso che questa sia la squadra perfetta per نادي ميلان الإيطالي حصل على خدمات المهاجم البرتغالي أندريا سيلفا رسميا مقابل 38 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. سيلفا هو الصفقة الرابعة لفريق ميلان حتى الآن بعد المدافع الأرجنتيني ماتيو موساكيو ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي والظهير الأيسر السويسري ريكاردو رودريغيز. المدير الفني لمنتخب البرتغال فرناندو سانتوس أكد ثقته الكبيرة في لاعبيه وقدرتهم على تحقيق الفوز ضد أي خصم في كأس القارات واللي هتنطلق في روسيا السبت القادم. سانتوس قال إنه دائما لديه الثقة في لاعبيه، وأضاف إنه أكد منذ عام قبل اليورو قال إن البرتغال هتنتصر، وكمان لديه نفس الثقة العام الماضي ويعلم أن منتخب بلاده هيتوج بكأس القارات. وصلت بعثة المنتخب الإنجليزي للشباب صباح اليوم إلى إنجلترا بعد التتويج بكأس العالم للشباب تحت 20 عاما وسط استقبال حافل من الجماهير. وكان منتخب إنجلترا قد توج بلقب مونديال الشباب لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على فنزويلا بهدف دون رد في المباراة النهائية عشان يحرز البطولة الأولى لإنجلترا منذ 51 عاما. يستضيف المنتخب الفلسطيني اليوم نظيره سلطنة عمان في مباراة ضمن المجموعة الرابعة والمؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019. فاز منتخب فلسطين بمباراة الأخيرة في المجموعة ضد منتخب جزر المالديف بنتيجة 3-0، بينما سحق منتخب سلطنة عمان نظيره طبعا من يوتان بنتيجة 14-0. نأمل أن يقدم اللاعبين المطلوب منهم، خصوصا هذه المباراة تمثل أهمية كبيرة كونها بإذن الله بحال تحقق الفوز سيتصدر المنتخب الفلسطيني صدارة هذه المجموعة، وأيضا طبعا كون المباراة على أرض فلسطين وبين جمهوره وفي ملعبه البيتي الذي دائما نطالب بحق الشعب الفلسطيني في ملعب البيتي، فبالتالي نأمل أن نسعد الشعب الفلسطيني من خلال هذه المباراة وأن نحقق النتيجة المرجوة وهي الفوز بالرغم من صعوبات المهمة أمام منتخب مثل المنتخب العماني. احتفلت إيران بتأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2018 بعد فوزها 2-0 على أوزبكستان امبارح الاثنين في طهران. آلاف الإيرانيين احتشدوا في شوارع العاصمة ومدن أخرى بعد المباراة وأطلقوا أبواق السيارات ولوحوا بالأعلام احتفالا بالتأهل. فاز جولدن ستيت ووريرز بنتيجة 129 مقابل 120 على كليفلاند كافاليرز النهاردة ليتوج بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الثانية خلال 3 سنوات. وحقق ووريرز رقما قياسيا في الأدوار الإقصائية بالفوز في 16 مباراة مقابل هزيمة واحدة جاءت فيها المباراة الرابعة في سلسلة النهائي والتي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات. السويسري روجر فيدرر أعلن عن جاهزيته للعودة لممارسة التنس بعد شهرين من التوقف من خلال مشاركته في بطولة شتوتغارت. طبعا فيدرر صاحب 35 عاما قال إنه لا يوجد لديه مشاكل جسدية، الشيء الوحيد الذي يفتقده هو المباريات، مضيفا أنه لا يريد أن يكون بطلا في عالم التدريب. وبكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهايه جولتنا الاخباريه. بشكركم على حسن المشاهده. فقراتنا ما زالت مستمره مع زميلتي اميره جمال. اتفضل يا اميره. شكرا ليك بلال على الجوله المميزه دي اللي عرفنا بيها طبعا كل الاخبار المحليه والعالميه والعربيه.